اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تعالوا كده نعمل حاجة مفيدة بالجراكن دي بدل ما تترمي. لو عندك جيركن فاضي كده هتستفادي بيه جدا ومش هترميه بعد الفكرة اللي هتشوفيها دي. بجد فكرة هتعجبك وما شفتيهاش تقريبا قبل كده. فيها حركة كده وهنستخدم بيها الجيركنين اللي شفتيهم معايا. لو الجيركنين فيهم واحد كبير واحد صغير ابدأي كده بالصغير، وهناخد بعد كده قطعة من التاني. هنشوف هناخد انهي قطعة من التاني وهنعمل بيهم ايه مع بعض. فكرة هتعجبك. بصي هتحدد كده الاول علشان نبقى عارفين هنقص ازاي، وهنعملها بالمقص او بعد كده نكمل بالسكينة وبعدين هنكمل بالمقص. بصوا هو المقطع اتقطع اللي بقص فيه، وانا بوريكم ان انا خدت من الجيركن التاني القطعة اللي فوق دي زي ما انتوا شايفينها. خدت البوز بتاعه بس كبريه على قد ما تقدري، يعني متاخديش حتة رفيعة، يبقى كده يعني ايه آه الحتة اللي فوق كلها قبل ما تخشي على الدراع على طول. وده كده الجيركن الاولاني اللي حددناه، وده الشكل اللي طلع منه. تعالي كده نشوف هنعمل بيه ايه، بس نزينه كده ونديله شكل جمالي الاول. جبت كده رول ستيكر عادي وقصقصت منه وفرغت منه كده الورد ولزقته عشان تبقى حاجات كده سيمبل وبسيطة تدي شكل حلو. لان دي كده هنحطها على الحوض وهنعملها صفاية للصبانة، صفاية للصابونة يعني زي صبانة. والقطعة اللي تحت دي هنعملها بقى للليفة بتاعة المواعين، وممكن لصابون المواعين نفسه. هنشوف دلوقتي هستخدمها ازاي. قطعة كده حلوة وتنور عندك على الحوض وتبقي عملتي حاجة بايديكي جميلة، ووفرتي انك تشتري حاجات زي كده، واستخدمتي الجردل بدل ما ترميه والجراكن دي بدل ما تترمي يعني. يبقى كده استفدنا بيها. القطعة دي خرمتها علشان خاطر اي حاجة في الصابونة تتصفى. بصي كده الصابونة عمرها ما هتعجن معاكي ولا هتبوش ولا هتبهدل خالص، لان الطريقة دي هتخليها تصفي كل نقطة مية فيها لان هي جاية كده عاملة زي القمع. والقطعة اللي تحت بقى هنحط فيها الليفة. وبصي الايد كده بتخليكي تحركيها معاكي كده رايحة جاية حلو. قد قطعة كده عسولة وجميلة كده ومنورة كده على الحوض. اعملي الفكرة دي هتعجبك قوي. ممكن تلزقوها في بعض وممكن تسيبوا القطعة اللي فوق زي ما هي براحتك عشان تبقي تتنقلي يعني تشيليها وتحطيها براحتك. بصي انا هنا حطيت مية وحطيت صابون مواعين كده، فممكن تستخدميها كده زي ما انت شايفة لصابون المواعين منظم كده على الحوض حلو. والقطعة بتاعت الايد دي كمان ممكن تستخدميها انك تصفي الليفة. انا مبحبش ابيت الليفة او السلك او الحاجات دي في قلب المية بتاعت الصابون، ما تعملش روايح كريهة. فبصي هنستفاد بكل حتة من القطعة اللي احنا عملناها دي كده. قطعة لذيذة وعسولة. يا رب تكون الفكرة عجبتكم كده. وتعالي نشوف الفكرة التانية اللي طلعناها من قلب الجيركن الاولاني اللي تحت ده. هنستفيد بيها بردك وهنستخدمها مش هنرميها. دي القطعة كده اللي طلعت، ودي كده الفكرة التانية. هنقصها بالطريقة دي كده هنسويها. تقدري تعمليه على فكرة مشرشر كده وليه شكل، وتقدري كده تسهليه على نفسك وتسويها كده على طول. هسويها زي ما انتوا شايفين وفي الاخر هغلفها. تقدري تغلفيها على بعضها كلها، وتقدري برضو تحطي ايه استيكرات لذيذة كده صغيرة زي ما زينا الاولانية. انا هغلفها كلها زي ما انتوا شايفين كده وهسويها. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها. خشي كده شوفي الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي فيها ان شاء الله افكار تعجبك. وما تنسيش اللايك بيرفع الفيديو ويوصل لغيرك. وتعالي بقى نشوف هنستخدمها كايه. كحامل مناديل تحطيه كده على تسريحة تحطيه في المطبخ، وبكده نكون استفدنا من الجيركن يعني اقصى استفادة وعملنا منه حاجتين مفيدين.